مفيش صوت يعلو فوق صوت بكره يوم الثلاث في الدوري المصري الممتاز من الساعه 8 للساعه 10. ثلاث ماتشات بيحددوا بنسبه كبيره البطل او بيحددوا شكل المنافسه في الجوله الاخيره، لان كده كده الجوله الاخيره هنقعد اسبوعين، لان الزمالك الممثل الوحيد للانديه المصريه في البطولات القاريه هيلعب النهائي رايح جاي. في الاسبوعين دول الفرقه كلها هتريح ما عدا الزمالك، والزمالك بعد لما يخلص مهمته القاريه عشان يرفع اسم مصر ببطوله قاريه السنه دي ان شاء الله، يعني هيقوم راجع يلعب ماتش سيراميكا عشان اخر جوله هتلعب كلها برضه في نفس الميعاد، عشان مبدا تكافؤ الفرص الذي لا نسمع عنه الا عندما يكون الزمالك هو الفريق الاقرب للتتويج بالدوري. مقدمه بسيطه كده ملهاش اي لازمه يا سيدي، كده كده كلنا عارفينها، انا معاك كل حاجه. المهم بالنسبه لي في ماتش بكره هو ماتش الزمالك وسموحه، ما يهمنيش الفرقتين التانيين، لان انا مصيري بايدي مش زيهم مستنيين نقع عشان مصيرهم بايدي انا، انما انا مصيري بايدي، مصيري ان انا اخد الدوري بايدي بان انا اكسب الماتشين سموحه وسيراميكا، بس لا تركيز يعلو فوق التركيز على ماتش سموحه بس، ولا نهائي كونفدراليه ولا ماتش سيراميكا ولا اي حاجه تانيه. انت رايح تشجع الزمالك لاجل ماتش سموحه مش لاجل اي حاجه تانيه. لعيبه الزمالك رايحه تلعب ماتش سموحه مش لاجل التتويج بالدوري، لاجل حصد الثلاث نقط، بعدين ابص بعد الماتش الفرقه الثانيه عملت ايه واشوف هل انا هحتاج الجوله الاخيره ولا لا. لان انت ممكن ما تحتاجش الجوله الاخيره اصلا، انت ممكن الجوله الاخيره ما يبقى لهاش لازمه اصلا بعد كل ده. بكره بعون الله مثلا او ان شاء الله، وده تمني، ان الاهلي لو خسر من انبي وبيراميدز خسر من سيراميكا وانت كسبت سموحه، انت بطل الدوري رسمي خلاص، مش محتاج الجوله الاخيره. بس احنا مالناش دعوه بنتائج الاهلي مع انبي، مالناش دعوه بنتائج بيراميدز مع سيراميكا، انت ليك دعوه بنتيجه الزمالك مع سموحه. اكسب الماتشين بتوعك تاخد الدوري بدون النظر لاي نتائج اخرى لاي فريق تاني. وده اللي انا عايزه من لعيبه الزمالك، ما نوقعش في نفس الغلطه بتاعت ماتش الاهلي، اللي انت ركزت ان بيراميدز كسب الاهلي 3 وركزت في مستوى الاهلي السيء، بس ما ركزتش على مستواك وعلى منظرك في الملعب. جماهير الزمالك بصراحه ما شفتش اللي قليل قوي قعدوا يحفلوا على الاهلي ويقولوا هنكسب الاهلي 3-4 هنعمل، بس الباقي كله كان دعم، الاغلبيه العظمى كانت دعم للزمالك في ماتش الاهلي. انا شايف دلوقتي ان الدعم هو ومحدش بيقلل من سموحه مع انها ما كسبتش ولا ماتش في الدور بتاع تحديد البطل اللي هو الدور الثاني، فانت ما بتقللش من سموحه وعايز تكسب الماتشات كلها، فان شاء الله بعون الله الزمالك هيكسب ماتش سموحه. بس لو اللعيبه بقت رجاله، ولو احنا يا كابتن معتمد ما قعدناش نلعب لعيبه مالهاش لازمه في الملعب، ما قعدناش نجامل الناس على حساب ناس، اللي يستحق يلعب هو اللي يلعب، اللي هيديك في الملعب هو اللي يلعب يا كابتن معتمد. فبكره ان شاء الله بعون الله عايز نلعب بتشكيله معينه للزمالك، وهي المهدي سليمان في حراسه المرمى، باك يمين محمد ابراهيم، قلبين دفاع الونش ومحمد اسماعيل، باك شمال بنتاي، نص ملعبك محمد شحاته، فتوح ادم كايد، قدام خوان بزيرة، عدي الدباغ قلب هجوم، والناحيه الثانيه شيكو بنزا او احمد شريف او اي حد ملهاش اي لازمه. دي احسن تشكيله ليك ليه؟ لان عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، ناصر منسي ما بيلعبوش كوره، ناصر منسي الاناني، ناصر منسي الحاقد على زمانه اللي ما عرفش ايه اللي حصل له من بعد لما راح معسكر المنتخب، وشه مقلوب، طريقه لعبه وحشه، تحركاته وحشه، اناني جدا، تقيل جدا، وده بيضر الفرقه. عبد الله السعيد اللي بنهاتي بقى لنا فتره ان عبد الله السعيد يلعب اخر نص ساعه في الماتش، اخر تلت ساعه يطلع لك منه بسطين 3 بالماتش كله انت مش عايز غيره. حسام عبد المجيد اللي ما عندوش شخصيه، المتوتر، اللي مهما اتطور هو لسه زي ما هو، ما عندوش شخصيه، بيلعب باصات كتير غلط، بيخلي زمايله في مواقف ما حدش يحسدهم عليها. واديك شفت في ماتش الاهلي كان عامل ازاي، وهات اي ماتش كبير للزمالك قصاد فرقه تقيله وشوف غلطات حسام المجيد. افتكر ماتش نهائي الكونفدراليه قصاد نادي البركان وهو بيلبسك ضربه جزاء، في حاجات كتير حسام عبد المجيد بيقع فيها كتير، فتريحهم يتقدموا بعدين ينزلوا يلعبوا تاني. فده التشكيل يا كابتن معتمد. كابتن معتمد انت هويتك الموسم ده ماشي على انك تبقى رد فعل، لان فرقتك ما هياش قويه زي الفرق الباقيه، فرقتك عاديه، فرقتك فيها نواقص كتير، فانت بتلعب على رد الفعل. ما تجيش بقى زي ماتش الاهلي وتلعب لي على الفعل. ماتش سموحه انت هتبقى ند بند لان مفيش فروقات، لا ده انت الفروقات ليك انت،
بس يا كابتن معتمد طالما لعبت بطريقه معينه اللعيبه حفظتها، اللعيبه لعبت عليها بقيه الموسم، كمل عليها ما تغيرهاش، محدش هيلومك. انما انت تغير لي الطريقه في ماتش زي ماتش الاهلي، ماتش جماهيري، ماتش ديربي، ماتش ب3 بونت كانوا يخلوك تبقى بطل الدوري، فده غلط كبير منك يا كابتن معتمد. عايز ايه من اللعيبه؟ عايز شويه رجوله في الملعب، عايز شويه حماس، عايز شويه جرينت، عايز كلكم تبقوا بروح محمد اسماعيل والونش في الملعب، عايزكم كلكم تلعبوا كوره، محدش يتفزلك، العب السهل والعب وصل للجون وسدد، محدش يخاف. تضييع الفرص، احنا بقالنا كام ماتش بنعاني من تضييع الفرص. ماتش الاهلي كرة عدي الدباغ اللي اتشاطت جنب العارضه، كرة ناصر منسي، كرة سيف الدين الجزيري بالدماغ. ماتش انبي الكور الكتير اللي ضاعت، كرة الونش بدماغه في العارضه، كرة ناصر منسي اللي شاطها في السته، كرة انفراد خوان بزيرة، الكرة اللي جت لخوان بزيرة والجون فاضي. فاحنا بنعاني كتير جدا من تضييع الفرص يا جماعه، والله لازم تستغل. وعايز ينزل ماتش سموحه ده اهو، الشوط الاولاني تبقى طالع كسبان ومريح نفسك، طالع كسبان بفارق، ريح نفسك. مش عايزين نبقى طول الماتش مضغوطين عشان نجيب جون، ولو هنجيب جون نرجع ورا ونقعد ندافع. ريح نفسك عشان اللعيبه ترتاح، عشان لو لا قدر الله حصل لك حاجه جه فيك جون، انت تبقى معاك مثلا جايب 2 ولا 3، مش تبقى جايب لي جون ويجي فيك جون يبقى التعادل، يبقى اتلخبطت واتشنكت وبتاع وعايز اجيب الجون الثاني. ملهاش لازمه، انزل ريح نفسك من الاول. عندي ثقه، عندي ثقه والله في اللعيبه. موسم انا ما كنتش مستني منه اي حاجه ومش مستني منهم يعملوا اي حاجه، بس عملوا بسبب الجمهور، بسبب اللعيبه الصغيره اللي انت طلعتها يا كابتن معتمد، اللي هي ما اعرفش انت وديتهم فين. الخضر الوائل الفرنسي ومحمد ابراهيم الباك اليمين، انت لسه سايبه في السكواد بس لاعبه. ايمن امير عبد العزيز، اللعيبه ده يا كابتن وائل، انس وائل، اللعيبه ده يا كابتن معتمد. بلاش ظلم، بلاش مجاملات للاعيبه ثانيه. اللعيبه لها رصيد عندنا، ليها رصيد عندنا، بس خلاص ما بيأدوش، ما يلعبوش لغايه لما يرجعوا لمستواهم الطبيعي او يرجعوا لمخهم بقى، لعقلهم بقى صح بقى. فيا كابتن معتمد بالله عليك بلاش مجاملات. عايز ننزل بكره نخلص الماتش من اوله عشان نرتاح ونريح نفسنا ونريح لاعيبتنا. بالله عليك يا كابتن معتمد بلاش فزلكه، نلعب السهل يا رجاله، نلعب الطبيعي اللي احنا بنلعب بيه من اول الموسم، وان شاء الله والله ربنا هيكرمنا، لان ربنا بيديك على قد تعبك وانت تعبت. في موسم انت ما كنتش مستني منه حاجه من اللعيبه عملت كل اللي عليها وتعبت، فربنا هيكافئك والله ان شاء الله، وان شاء الله ربنا هيكافئنا بالدوري والكونفدراليه، بس احنا نسترجل في الاخر وما نتفزلكش، وان شاء الله احنا ابطال الدوري وابطال الكونفدراليه كمان.